بسم الله ما شاء الله. هنكمل بقيه الجوله بتاعتنا في سوق حلوان مع احلى غواة في الدنيا، بس زي ما احنا متعودين قبل ما نتعرف على الحمام نتعرف على اصحاب الحمام. صباح الفل يا غواة، نارك ابد ان شاء الله. احلى صباح على اخويا. صباح الفل يا باشا. صباح الفل يا باشا، اخبارك ايه؟ خش كده معانا كده. ممكن بقى نتعرف على اسم الكريم برضو، عرف نفسك لاخواتنا وحبايبنا على القناه. معاك مسعد حبيب عم مسعد من مساكن طبعا، هنا معانا مسعد، احلى مسعد في الدنيا. صباح الفل يا خيال، نارك ابيض يا باشا. صباح الفل حبيبي مسعد. انت طبعا كنت الاول غاوي كلاب وحمام، دايما غاوي الحمام بيبقى لازم شنب على السطح يحمل حمامتين، صح كده يا مسعد ولا انا غلطان في الحته دي؟ بسم الله ما شاء الله، احلى مسعد في الدنيا واحلى غواة في الدنيا. لا يا باشا، احنا كلنا بنكمل بعض يا مسعد، اقسم بالله كلنا، مفيش حد كبير على العلامه اخويا والله، كلنا بنكمل بعضينا. ممكن انا اعرف عند مسعد ماشي ازاي في مكانه، بيدي علاج مثلا ازاي، حاجه انا مش عارفها. هي غايه الحمام كلها قايمه على توارث الاجيال، حد بيعلم حد، حد بيقول لحد حاجه. يعني موضوع الجير المطفي ده كان سهل جدا عند ناس كتير، بس الناس القديمه لما قلنا عليه لا خير 25 كيلو ب 10 جنيه، تحافظ على الحمام بتاعك وتبدره من اي سوسه، واخد بالك، وبعدين كمان الحمام بيحدق منه وترموا له في العين، يبقى 3 في 1 وبكام؟ 25 كيلو شكاره ب 10 جنيه. جير المطفي ده محترم جدا لفرد الحمام. احلى غواة في الدنيا، ونهاركم ابيض ان شاء الله، واحلى مسعد في الدنيا. طبعا عندنا سياسه حلوه على القناه مسعد اسمها اكرام الغاوي وفرجته، صح كده؟ صباح الفل يا رجاله، احلى صباح عليكم يا باشا. اكرام الغاوي وفرجته، ممكن تبقى تفرجنا شويه على شويه الازاز دول؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دخلنا عليك بالصلاه على النبي يا باشا. اللهم صل على النبي. ترى ازاز دي زغلوله طالعه. اللهم صل على النبي. بص بقى، مش انا بقول لك احنا كلنا بنكمل بعض، انا كفي الزينه لا افقه شيء. في هزاز مصري، في هزاز هندي اللي انا اسمع عنه، في مثلا مفتل، واخد بالك، في الكلام ده كله. لا طبعا. فالفكره كلها انت في اكواب كتير منه في الهزاز. خليه في ايدك دلوقتي يا مصر، خليه في ايدك. دي زغلوله دي زغلولين ولا زغلول واحد؟ ده ذكر وانتهى وده زغلول. تمام. يعني هتبقى الزغلول لوحده ولا قص ولا ايه؟ لا القص كله على بعض. القص ببنوم؟ القص ببنوم. تمام. اخونا مسعد قلب لنا الذكر. دي الطيره. بسم الله ما شاء الله، الطيره بتاعته دي بسم الله ما شاء الله. طيره حلوه برضو، قصيره، رجلها عاليه على الارض. بسم الله ما شاء الله. ديلها كويس. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. كتير. ورينا بقى الذكر. ده الذكر ده طالع عندنا، بس هو ناقص كالسيوم من صغره وما اتغذاش كويس، ديله بس ما طلعش. ديله ما طلعش، بس تحس ان دماغه كده في حاجه ثابته ولا؟ ابنه اديك انت شايفه هو ابنه طالع مظبوط بديله، طالع مظبوط، مفيش اي حاجه، طالع هو مظبوط. الذكر بس طالع. تمام. حته الذكر برضو لعب زي ما انت ما شايف اهو. لقيته اقل من الحمام اللي عندي. هو من وشك يا مسعد زي الفل، اقسم بالله احلى مسعد في الدنيا. القص ببنوم بقى بكام يا مسعد؟ دول عاملين 150 جنيه. تمام تمام. بسم الله ما شاء الله. القص ببنوم ب 150 جنيه في سوق حلوان يا جدعان اهو. هزاز مصري ببنوم. بسم الله ما شاء الله. شغاله مسعد بالضمان ها؟ يعني مثلا انا لو اخونا مثلا اي حد ابو هوجن مثلا خدت منك الحمام مثلا قعد شهر عندي ما اشتغلش، ادعوا لي يا باشا. الله يبارك لك. هو ده الحلوان يا جدعان. هو بيقول لك في مصداقيه ما بين البيع والشراء، واحلى حاجه في الحلوان اللي احنا كلنا عارفين بعض. اخده منك بالضمان يا مسعد او يا فلان، اخده منك بالضمان. هيقعد معايا يا عم، مش هقول لك اسبوع، هيقعد شهر، واخد بالك، ما حصاش. هو ده المصداقيه ما بين البائع والشاري، وهو دولهم جواه حلوان واحلى مسعد في الدنيا. ونهاركم ابيض ان شاء الله. احلى صباح عليكم، احلى صباح عليكم. هنكمل بقيه الجوله بتاعتنا ان شاء الله في احلى سوق حلوان. خليكم معانا، انتظرونا، هنخش نعمل لكم احلى فرجه لاحلى حمام في الدنيا. 5 وهنكمل مع بعضينا. هنكمل بقيه الجوله بتاعتنا في احلى سوق حلوان، وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، قص 10 على 10 محترم، اسود وزار. نخش قبل ما نتعرف على الحمام نتعرف على صاحب الحمام. صباح الفل يا غاوي، نهارك ابيض يا باشا. اخبار حضرتك ايه؟ اسمك كريم ايه؟ كريم. منين يا عم كريم؟ صلاح سالم. احسن ناس صلاح سالم، منور الدنيا في المساكن هنا كريم والله. عمي صباح الفل، احنا ما شغلناش اي حاجه والله العظيم، ما شغلنا اي حاجه. والشيخ رمضان قاعد وراك بياكل بالتوك توك اهو. السلام عليكم يا شيخ رمضان، احلى ناس في الدنيا اقسم بالله الحلوانيه. نهاركم ابيض ان شاء الله. نازل بايه النهارده يا عمي؟ هو لازم بقص مراسلات وقص يمني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طب مع استاذنك معلش هنخش على الكبير الاول. ورينا بقى كده بعد اذنك كده القص اليمني، لان عندنا انت عارف السياسه اللي عندنا على القناه. انت المره اللي فاتت جيت نصحتنا وقلت لي يا ابو هوجن خير الامور الوسط. ايوه اعمل الفيديو وسط. يبقى احنا عارفين ان احنا اكرام الغاوي فرجته. قص اليمني اهو، ده القص اليمني ده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دي النتايه. بسم الله ما شاء الله.
بس اصلا الله اكبر عليه شغال. بس جاب يعني خدت منه يجي 20 عيش. الله اكبر. فجأة كده لقيته بيطلع لي زغلول وزغلول تطلع فاضي. فانا قلت انزله افصله. ايوه قلت انزله افصله وارجع تاني. ايوه. بص بقى السوق، بص السوق يا عمي، بص السوق بيعمل ايه كريم مع ابنه. بص بص السوق، بص جمال السوق وحلاوه السوق. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ احلى صباح عليك. دي بالنسبه لهم فسحه الاطفال دي، زي ما احنا كنا صغيرين كده كنا بنيجي السوق كده وبننزل. صح كده؟ اه والله. نارك ابد يا عم، معلش انا اسف، بس ابننا ولدنا زي حفيدنا يعني. خطفنا ضحكه الاطفال دي. وخلي برضو الشيخ رمضان ياكل برضو المكرونه بتاعته. صباح الفل يا روميو، نارك ابد ان شاء الله. نازل بحمام؟ نازل النهارده كده متفرج. خلي بالك انت ليك شعبيه عندنا، عاوزين الشيخ رمضان عشان اسعاره حلوه والاحكام التقيله. حبيبي عم رمضان منور الدنيا كلها. ممكن تورينا الدكر يا عم بعد اذنك؟ الله يبارك فيك. ألف أنا، ألف أنا رجال، ألف أنا. عايز إيه؟ بسم الله ما شاء الله. ده الدكتور جامد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ماشي حبيبي. اللهم صل على النبي. أهون بقى عم كريم عشان نصور السود وزار دول يا حاج. ما تختفيش علينا، ما تختفيش علينا كده. إحنا عشان نتكلم معاك في الفايدة بتاعتهم يا كريم. فانا كنت منزلهم على سبيل ان انا ايه؟ ان انا افصلهم. تمام. واشوف اجرب بقى يشتغلوا تاني ولا طب لا. انا عاوز اسال حضرتك سؤال برضو بالنسبه لخبرتك في الحمام، انت راجل غاوي برضو من زمان الزمن. عاوزين نسال حضرتك في اليمني في المطار، هل مثلا بيسند ولا هو بس لا يغرد مثلا في السلاكه؟ لا تمام. اليمني مش, ايه؟ مش كله واعي. بس صراحه ناس خدت مني من اليمني ده، انا ما طيرش، بس ناس خدت مني من اليمني ده وشكرت لي فيه. نشيته نشيته ولا بالنسبه شكرت لك فيه في الفرخ بتاعه شغال وزي الفل؟ شغال وفي نفس الوقت طاير عندهم. طاير عنده. تمام. يعني اصل الفرد اليمني برضه عامل زي البلدي، تبص ليه يحط هنا يحط هنا. ايوه ما انا بقول مش لحضرتك اي يمني برضه. مش اي يمني. تمام. فانا هم دول طلعوا بالصدفه، انا ما كنتش منقيهم يعني انه هو عشان بس مغرد وصوته حلو قوي بسم الله ما شاء الله، والشخوره بتاعته تختلف عن الحمام بتاعه. واخد بالك تحس ان فيها تلحين كده في الشخوره بتاعته. لذيذ. تحس ان كده في تلحين في الشخوره بتاعته. كانك بتتفرج على قص على جزء يمام. ايوه هو حتى حجمه زي اليمام كده بسم الله ما شاء الله. الله اكبر من اليمام شويه. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. القص ده كده عامل كام يا خال؟ القص ده 130. القص 130. اليمني ده 130. ما كانش ليه سعر. فجأة كده بقى ليه سعر. تمام. اللي هي الكلمه ال 130 دي اللي فيها كلام تاني ولا هي من بعد الاخر؟ لا هي من الاخر. يعني كده من الاخر. تمام. بس لما جيت اتجوزت كنت عندي حمام بس ابتديت اخف منه بقى. ايوه. المسؤوليه بقى وبتاع مش عارف ايه. وجيت قعدت فتره كبيره، يمكن بنتي الاخيره دي ما شافتش عندي حمام غير بس اليومين اللي جاي الكام سنه اللي ايه. طب حضرتك قعدت كام سنه تنش؟ انا قعدت من عمري كنت عندي 11 سنه 12 سنه لغايه لما 23 سنه حاجه زي كده. يعني مثلا حوالي 15 سنه مثلا؟ في الحدود دي. في حدود 15 سنه نشء. جربت مثلا انا لما بسالك جربت في النشء، جربت المراسلات اللي في حضرتك دي في النشء؟ لا ده ابويا الله يرحمه ما كانش يغوى غير الحاجات دي في النشء. بس انت ما نشيتهمش؟ لا انا انا بخاف عليهم. بتخاف عليهم؟ الزمن ده ايوه بخاف عليهم. هو ايه الحكمه اللي الواحد دلوقتي الحمامه الغاليه بيخاف عليها؟ بس انت لو مشيت معاه عشان ان انا افرخه واطلع منه. تمام. الحاجه اللي عجبتني ماشيه بقى. لا عمي احنا متعودين معاك على الصراحه عشان انت راجل محترم. احنا كل الغوايه الناس المحترمه الكبيره بطلت الناس عشان الشباب الصغيره اللي جنبيها اللي بيكركبوا اللي مش عارفين حاجه يعني ايه اسمها نش. واخد بالك دي اللي حرقت دم ناس كتير وبطلتها هوايه. في نفس الوقت ومش شرط يكون شاب صغير، ممكن يكون بره عنك واحد جنب منك جعان حمام. انا ما اجيش راجل كبير زي كده زي حالاتي. ايوه. ونش قدام مثلا عيل صغير. بالظبط كده. ساعه ما يمسك مني فرد طب هقول له هاته. أيوة. ولا هو هيهبن عليا ويدوني. تمام. لا مش عايز. تمام. وبلاش النش. تمام. انا بمتع نفسي في العشه. تمام. بخش اقعد قدامهم بالساعه ولا اتنين. ايوه ربنا يديك الصحه يا خالد. وبعد كده بروح نازل. ربنا يديك الصحه. يعني بمتع نفسي برضه. ربنا يديك الصحه. ما اللي ما نشش ما غواش واللي ما فرخش كمان ما غواش. الاثنين بيكملوا بعض. ايوه صح. ما هو لازم عشان تنش حضرتك لازم اول حاجه تفرخ ابنك انت. ودي رساله اللي انا بقولها لكل الشباب اللي معانا على القناه. اعمل السلاكه الاول قبل ما تعمل الغيه وابنك اللي تنش.
طب كده حضرتك القص المراسله ده كده عامل كام؟ ده عامل 300 جنيه 300 جنيه والقص اليمني 130 جنيه. بسم الله ما شاء الله شغالين طبعا مش طبعا ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله نارك ابيض واحلى من الحمام انت حضرتك واحلى من الحمام صاحب الحمام. وانا سلمت عليه صبحت عليه وهو بياكل ربنا يبارك. انا سلمت عليه يا حبايبي حبايبي يا رجاله نهاركم ابيض ان شاء الله. نهارك ابيض يا خال صباح الفل يا خال. بقى عاوزين بقى كده بعد اذنك كده من الراجل العسلية انت جبت له الايس كريم اهو عاوزك كده ها. لا عم سعد ما خلاص بقى احنا كده صورنا معاه. هو يصور معاك ويكمل. لا انت برضو قلب لنا كده بعد اذنك المراسله الاسود الوزار ده. بسم الله ما شاء الله. على مالك براحتك خالص براحتك خالص. الوزار ملوش قفص العصافير خالص بس اكيد ما لقيتش حاجه تشيلوا فيها. الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا كريم صح؟ كريم احلى كريم في الدنيا. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ده الدكتور تمام. انت حضرتك ماسك ايه الاول يا كريم؟ ماسك بيبان ايه؟ ولا بتحب الحمام كله؟ لا انا ماسك وزار بس. تمام. ماسك ايه في الوزار؟ الصفر والحاجات دي ولسه اخش على القشر البندق. القشر بندق لسه داخل في لبلق يعني. تمام. بتفرق لبلق والكلام ده كله لسه اهو على الله على الله. بسم الله ما شاء الله ده الذكر اللي احنا ثلاثة وفيهم كلمة برضو ولا فيهم كلمة؟ تمام. يعني تخلص مثلا 2 للاخر ولا مثلا تبقى ايه؟ 2 ونص. تمام. قص شغال بالضمان. بسم الله ما شاء الله. هي دي ريشه الوزاره يا جدعان وهي دي الحلوانيه واحلى ناس في الدنيا. لعلمك انت ممكن تشتري قص شغال واقول لك وكنت شغال عندي فعلا وما يشتغلش عندي. هي قرف لان الفرخ ده رزق. عليك نور. الفرخ ده بالذات رزق. واخد بالك الفرخ ده رزق بالذات. قلت ان بالضمان ومش الضمان ده يطلع من ربنا. تمام يا خير. تمام. نهارك ابدا عم سعد. ده شغال وتيجي عندك انت ما اشتغلش. حصلت معايا انا اديت لواحد حبيبي جوز شغال واشتغل عندي 20 وما اشتغلش عندي. وجي قال لي ده مش شغال عندك ومش عارف ايه. قلت له يا ابني ما انت شفت الحمام الزغاليل بتاعته. قال لي والله ما اشتغل عندي لغايه دلوقتي. هي رزق. الفرخ رزق. بس طلع عند اخونا كريم القص ده طلع عندك عيش ولا حاجه؟ ما كملش بس انا كنت جايبه. تمام. عدد ايه مثلا عند حضرتك؟ ما كملش شهر. تمام. بس بسم الله ما شاء الله القص حلو يا عم سعد. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله القص حلو جميل. بسم الله ما شاء الله. احلى عم سعد في الدنيا واحلى اخونا كريم واحلى رجاله في الدنيا. صباح الفل يا رجاله. احلى صباح عليكم. نهارك ابدا ان شاء الله يا عم سعد وربنا يديك الصحه ان شاء الله ودايما تيجي تنورنا في السوق العجله الجميله بتاعتك وفي الحمام بتاعك. نهاركم ابدا ان شاء الله. هو ده كان التقرير بتاعنا يا جدعان ولسه هنكمل كمان التقرير بتاعنا في احلى سوق حلوان. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنخش نصبح على كل الغواة ونعمل احلى فرده مع احلى غواة في الدنيا. نخش طيب نشوف حمام الناس ونتعرف على الناس الحلوه المحترمه دي. صباح الفل يا رجاله. نهاركم ابد ان شاء الله. احلى صباح عليك. صباح الفل يا باشا. صباح الفل يا غواه. نهاركم ابد. احلى صباح يا عم على كل الغواه. الناس بتاعت المعصره والناس بتاعت حلوان وكل ده دايره واحده. اقسم بالله انتوا ناس محترمه وعلى دماغنا من فوق. نهاركم ابد ان شاء الله. انت بسم الله ما شاء الله بتنزل بحمامتين نش الله اكبر عليهم زي ما احنا شايفين كده. الله اكبر. في كره نش معظمها وفي قصوص عندك. كل حاجه موجوده بسم الله ما شاء الله. طب احنا عندنا السياسه اللي عندنا على القناه انت اكيد عارفها احترام الغو فرجته. فعاوزين نتفرج كده بعد اذنك على الريشه الوزار اللي عندك. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. عندي ذكر قبل اهو. بسم الله ما شاء الله. ده لسه عايز عليه 5. اللهم صل على النبي. الذكر ده عامل 1.5. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شيل في ريشه كده في وشه كده اخويا كده في عينه على مهلك كده. في ريشه في عينه. الله يبارك لك. الله يبارك لك في حالك. صباح الفل يا رجاله. احلى صباح عليكم. بسم الله ما شاء الله. ودي ذكرها الفل يا رجاله. احلى صباح عليكم. بسم الله ما شاء الله. العيش لوحدها يا جدعان. بسم الله ما شاء الله. ديت حاجه محترمه برضو. الروب والعظمه دول عاملين 200 جنيه يا عم. اللهم صل على النبي. حبيبي عندي بقى سوس حلبيات وعندي سوس جمعيات وعندي سوس كشك. بسم الله ما شاء الله. وعندي ذكر سيبربيري. صباح الفل يا رجاله. احلى صباح عليكم. وعندي قص حماراتي وشاش وعندي قص سوس كريزليات وعندي بيت شقلباص. اللهم صل على النبي. اللهم صل. وعندي سوس بلدي شغاله. عندك الخير كله اخويا. الحمد لله. عندك الله الخير يخليك كله والله العظيم. انتم من وشكم الحمام بيبقى زي العسل حبيبي يابا. ومنورين السوق بتاع حلوان ومشرفين السوق بتاع حلوان
بالحمام الوزار واي حمامه حلوه من الغو المحترم فوق دماغنا من فوق، وانتوا على راسنا من فوق اقسم بالله. اي حد بيخدم غايه الحمام على راسنا من فوق. بتسهل العمليه شويه مع الشباب مثلا اللي زي كده. يعني مثلا انتوا يا جدعان لما مثلا تكون عاوز تنزل تشتري جوز حمام ولا فرد حمام بيبقى معاك كام؟ 100 جنيه. في نيتك اللي انت تشتري قص ولا تشتري فرد حمام؟ قص حمام. بتبقى عاوز تشتري ايه مثلا؟ حاجه معينه؟ تمام. تخش مثلا تفصل مع عمك الغاوي مثلا كده وتقعد تقلب، ها؟ تخش تفصله كده وبتاع. تمام. تحب ريشه معينه؟ ايه هي؟ الشقلباظات. بس كل الشباب اللي طالع الجديد ده طالع شقلباظات وطالع الحمام اللي هو الشعبي. بس اللي احلى من الشقلباظات خش في الوزار الشعبي. يعني ايه؟ يعني الوزار المستريح. يعني ممكن الازرق قطيفه ده ممكن تشتري جوز مثلا قص وشغال ب 150 جنيه، ما هو شعبي. مش تمن القص الازرق قطيفه. لسه مبتدئين عنه. الله يفتح عليك، ما هو كلنا مبتدئين. خلي بالك المبتدئ ما ماشي. النصوص بتبدا من 150 خد بالك بقى من الكلمتين بتاع الغاوي. شوف بس حاجه محترمه، كل حاجه وليها تقليمها. الله ينور عليك. حاجه محترمه. عندك برضو الوزارات الكل ممكن تجيب قص ب 300 جنيه اي كلام. الله ينور عليك. كل ما الحاجه تكون ريشتها نظيفه وتقليبها عالي وضربها حلو كل ما تكون مستواها عالي. مش تمام. الله ينور عليك. صح. هو الجيل اللي طالع ده هو الامل في الغوايه. احنا بنحاول ان احنا نمشي معاهم واحده واحده عشان نخليهم ايه. الله يبارك لك. هو ده هدف كمان من ضمن اهداف القناه بتاعت اخوك ابو هوجن، بحيث ان الشباب اللي طالع دي تعرف الريشه الوزار. تمام. عاوزين نرجع تاني للريشه الوزار. تمام. ممكن يبتدي في بدايه حياته بوزار شعبي. تمام. تمسك القص وبعد كده ممكن تطلع من ضمنهم لما يكون حريف يكونوا ولاد حمام تطلع منهم سبحان الله طفرات. برضه حاجه تاني برضه قبل ما يبدا يغوى الهوايه بتاعته لازم يعرف يتعرف على امراض الحمام اللي بتجيلها عشان يعرف يعالجها، ما ياخدش فرد وخلاص يحط عنده يعيش يعدي الدنيا كلها. الله يفتح عليك. تعالج قبل ما تشتري. الله يفتح عليك. دي اهم حاجه لازم يبقى عندنا معلومه فيها. صح كده. مش شرط ان الشاب مثلا يجيب جوز الحمام عشان خاطر لو مثلا مات منه ممكن شاب زي كده يتعقد. يعني وانا صغير جبت جوز حمام اتعقدت اول جوز. لا لازم قبل ما تجيب اي حاجه تبقى عارف فرد الحمام ده لو لا قدر الله وتعرف تشتريه امتى الاول. تعرف تشتريه امتى الاول. الوقت ده دلوقتي مش وقت زغاليل، اللي هو وقت الايه؟ ما بين الصيف والشتاء. تغيير الجو ده. لسه ما دخلناش في الساعه. انت لسه بنص كم وانا لسه بنص كم. فهو ما بين الفصلين دول واخد بالك هو الزغاليل بتوع. عندكم بتوع وعندك بتوع. فشاب زي كده لو اشترى زغاليل دلوقتي وقعت منه ممكن يتعقد من الغايه خالص. تمام. يقول لك انا فاشل ويروح بقى داخل باي حاجه. فقبل ما ياخد اي حاجه لازم يكون فرد الحمل اللي هيجي له ده مرض يبقى عارف ان المرض ده يعرف يعالجه ازاي. تمام. انتوا عارفين يا شباب الله ينور عليك. منهم بتقول انا مش هربي حمام تاني. لا الله ينور عليك. ابقى عارف واخد الحاجه دي علاجها ايه، ان انا اعالجها ازاي، ان انا اعرف اتعامل مع فرد الحمل ازاي، ان انا اعرف اطبخه ازاي. طلاق الاجيال يا جدعان اللي احنا بنتكلم فيه ده راجل بسم الله ما شاء الله. كام سنه في الغوايه يا اخويا؟ انا عندي 34 سنه. بسم الله ما شاء الله. كام سنه في تقريبا في الغوايه؟ 20 سنه. 20 سنه مع شباب مبتدئين، وهو دي سوق، وهو عشان كده بنقول السوق اكبر مدرسه. كلنا بنعلم بعض، ما حدش كبير على المعلومه. انا عن نفسي ممكن اخد من شاب صغير معلومه. وخد بالك بقى اكرام الجو فرجته باحترام عشان ده لسه جيل صغير. ممكن يطلع لك السلاكه يقول لك انا عاوز اطلع الغيه، انا عاوز القص ده. لا ده انا عملت حلقه مخصوص يخش باحترام على الغو ويستاذنه الاول. ممكن يا عم اجي لك بعد اذنك تعمل لي فرجه. انت عاوز تقول له تعالى، لان في ناس لحد دلوقتي ما بتحبش تدخل عليها حد كمان. صح. فلازم الجيل ده برضه يعرف النقطه دي ويعرف يشرب الغوايه، لان الغوايه خدت مننا رقات يا اخويا. خدت مننا رقات. بدل ما يطلع مثلا عيل يتحرج معاك او مع غيرك، لا الاول استئذان الاول الغاوي وتقعد عنده تشرب ايه؟ لا لو شويه ميه يبقى انت كتر خيرك. ما تقعدش بقى زي ما انت قاعد كده على السلاكه وتقول انا عاوز كوبايه شاي وعاوز عصير وهات لي الفرد ده وهات لي الفرد ده. لو هو مش عاوز يفرجك على حمام، انا بكلمكم في الصح، لو مش عاوز يفتح لك على فرد حمام مش هيفرجوك. هي دي اصول الغيه. وخلي بالكم انتوا عارفين معلومه في الغيه، بيقول لك اللي ما نشش ما غواش. صح؟ مهمه دي صح؟ طب انا اقول لك على حاجه تاني بقى وازيدك عشان ما تتعقدش. اللي معيش منه حمام ما غواش، اللي ما ضاعش منه حمام ما غواش، اللي ما اتنصبش عليه في السوق وهو صغير حمام ما غواش. اوعى تتعقد من الحمام ده ضارب. لازم تتخلط الاول في الخلاط بتاع الحمام. انا القطه دخلت على 11 زغلول عندي. ايوه هو عنده. ما انا بقول لك، لا انا بكلمك بقى ايه؟
امن نفسك من العرسه ومن الفار، لان انت في مخلوقات كتير بتحب الحاجه اللي انت بالليل دي البومه حاجه صعبه. عندنا الطيور الجارحه الغراب، الصقر بالنهار، بالليل البومه. خش بقى في الزواحف الفئران والقطط، فكل الكلام ده كله نصيحه ليكم انتوا، لان هو ده الهدف بتاع الفيديو ده. السوق اكبر مدرسه، كلنا بنتعلم من بعض. صباح الفل يا رجاله، احلى صباح عليكم. واوعوا تعقدوا من الحمام، مش تجيب لك جوز حمام زغاليل ماتت او القص مات تطلع منه بسرعه. لا. شوف اللي انت غلطت ايه في الاول وتحول في القص اللي انت هتشتريه تاني، ما تغلطش الغلطه الاولانيه. تعوض لان خلي بالك تتعلم من الثلاثه دول. سيبك من القناه بتاعت اليوتيوب، لان انتوا جيل اليوتيوب والنت. النت ده اخر حاجه، بس اتعلموا من الثلاثه دول. اول حاجه اتعلم من الحمام، الحمام هيعلمك. تاني حاجه السوق هيعلمك، السوق اكبر مدرسه. تمام. تالت حاجه جيبك هيعلمك. طب قول لي جيبك ليه لو انت مركز قوي؟ عشان انا شايفك اللي انتوا مركزين معايا. طب ليه بقى فلوس؟ وايه تاني؟ هيعلمك ازاي؟ هيعلمك ازاي؟ لا، هيعلمك لو انت اشتريت قص ب 50 جنيه ومات منك، المره الجايه هيعلمك. لا، هيعلمك. شوف مات منك ايه ليه، وهتلاقيه في القص التاني مش هتقع في نفس الغلطه اللي انت وقعت منه من القص. يبقى كده جيبك علمك. والسوق زي ما احنا شايفين كده كلنا بنتعلم من بعض. صح. والحمام لما تقعد معاه والله العظيم هيعلمك، هيفهمك. اهم حاجه تقرا الشفرات بتاعته. عنده حمام، الحمام ما بيخافش منه. هو ده الطبيعي كده، انت غاوي. الفكره كلها ان انت، انا بستغرب لما حد من الشباب منكم يخش مثلا على الحمام بتاعه في البلكونه ولا في السلخه بتاعته ولا في العشه، الحمام كله يقوم مفزوع. الفكره كلها اعمل لينك بس ما بينك وتواصل ما بينك وما بين فرد الحمام بس. حسسك بنيتك قبل اي حاجه. بس اهم حاجه الثلاثه دول. وبعد كده اخر واحد بقى ابو وجن او غير ابو وجن تتابعوه على اليوتيوب وتشوفوا الراجل ده ماشي في مكانه ازاي. يعني انا موريك مثلا تحافظ على حمامك، عامل لك سلسله ببلاش الا ربع بالجير المطفي 25 كيلو ب 10 جنيه. والجير المطفي ده بتبدر منه الحمام، والحمام بيحدق منه كمان 10 على 10. طبعا انتوا مش عارفين قصه الجير المطفي دي، احنا بنطلع الخبره بتاعتنا بتاعت السنين، بنحاول نجيبها لك من الجير المطفي. طب بيتباع فين بقى الجير المطفي؟ تونس. لا. محلات العلاج. لا. انا بجيبه من محل علاج. لا، ما عمره ما الجير المطفي بيتباع من محل علاج. ادوات البنى، ادوات البنى اللي بيبيع الاسمنت، اللي بيبيع الطوب، زي الراجل الطيب اللي هنا ده، زي الراجل الطيب ده. العلافه بتاع الكلفه والكلام ده بتبيع. هتقاوح ولا هنفهم من بعضينا المعلومه؟ ما هي دي الفكره كلها. ما انا بقول لك كلنا بنتعلم من بعض. شكاره ب 25 كيلو ب 10 جنيه. الجير المطفي ده محترم جدا. وتمسك الحمام بتروح مثلا البردر كده وتخليه زي البودره الجير المطفي وتبدر منه فرد الحمام. انا مطبق لك على الحمام عندي، مش بقول لك كلام وخلاص. خش وشوف الفيديو بتاع الجير المطفي هتلاقيني انا مطبق لك على الحمام. وتمسك الكلفه تغسلها. الكلفه دي بيبقى مليانه بودره. بتمسك انت الكلفه كده مش بتلاقيها بيضه في ايدك؟ البيضه ده ايه؟ ده سم. منين بقى؟ من الفلاح ولا من التاجر بيحط عليه البودره دي؟ لا، ولا التاجر ولا الفلاح. في واحد في النص اسمه الشونه، بيبقى بيشتري من الفلاح، بيبقى عاوز يحافظ على المحصول بتاعه، لان المحاصيل دي بتبقى كتيره قوي. بيحط عليهم البودره دي للصراصير، للفئران. وانت تروح تشتري البودره من حاج عادل وتروح تحطها في فرد الحمام. طب اقول لك على حاجه حلوه، ما تغسلش يا عم ال 20 كيلو اللي انت هتجيبهم ولا ال 10 كيلو، اغسل على قد الكلفه. لو مثلا كوبايه اغسلهم وحطهم في مصر، يبقى انت كده نزلت السم اللي هي في البودره. كلنا بنكمل بعضينا وكلنا بنتعلم من بعضينا، ما حدش كبير على العلام. اوعى تحط في دماغك اللي حد كبير على العلام، واسال وخش بس بطريقه محترمه. بس اهم من الحمام الدراسه يا رجاله، اهم من الحمام. خلي الحمام ده هوايه، مرتبتك الاخيره خالص. علاقتك الاول مع ربنا، تصلي فرضك. لو انت مثلا قبطي تروح الكنيسه يوم الاحد، لو مسلم تصلي في الجامع، وبعد كده علاقتك مع اسرتك، وبعد كده علاقتك في المدرسه، وبعد كده اخر مرحله غيه الحمام. اسمعوا مني، عشان غيه الحمام دي خدت ناس كتيره قوي والله وضيعت مستقبلهم. اهم حاجه مستقبلكم الاول. احلى رجاله في الدنيا، ونهاركم ابيض ان شاء الله، واحلى جيل. وان شاء الله بامر الله الامل فيكم انتوا. اوعوا تسقطوا بالحمام، اوعوا تهجنوا الحمام تخلوه بزراميط. ركب الريشه على بعضيها، اي ريشه. صباح الفل يا رجاله، احلى صباح الفل. اي ريشه ركبها على بعضيها، الباب تركبه على بعضه، بحيث ان انتوا تطلعوا على الاصول الصح. اصول الصح، مش عاوزين. في ناس كتيره عارفه الغيه غلط،
والكركبه والشغل ده، لا عاوزينكم انتوا الاحسن مننا عشان انتوا الجيل اللي طالع. احلى صباح عليكم ونهاركم بابا ان شاء الله. صباح الفل يا رجاله، احلى صباح عليكم. صباح الفل يا باشا، صباح الفل يا اخويا. هو ده يا جدعان الفيديو بتاعنا مع الجيل اللي طالع، الامل فيهم هم، وان شاء الله بامر الله تكون الرساله وصلت، وهنكمل بقيه الجوله بتاعتنا في احلى سوق في الدنيا، سوق حلوان.